للدرجة دي ربنا بيحبك يا مغرب؟ للدرجة دي ربنا عاوز يجيب لك حقك؟ تخيل يا جماعة فضيحة السنغال العالمية عندنا في مصر وفي كل بلد في العالم. السنغال بيتفضح بعد ما فتشوا السنغال ولقوا طلاسم وادوات للسحر، ادوات مميتة للسحر. يا جماعة تخيلوا الفضايح، تخيلوا الكوارث، تخيلوا اللي بيحصل. ادوات قوية جدا 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 اتلقت مع السنغال، مما ادى ان صحف عالمية تكتب عن فضايح السنغال، وكل العالم عرف وكل العالم بيحتج على السنغال واللي بيعملوه السنغاليين. شفتوا قد ايه لما قلنا ان طرف من الاطراف اللي كانت سبب في هزيمة المغرب في كان افريقيا هو سبب كان السحر، وان السنغال يعني كانت عاملة سحر للمغرب. ولما اتريقتوا على المنشفة ولما اتريقتوا على الكلام ده كله، ربنا النهاردة سبحانه وتعالى بينصر المغاربة. وتخيل حضرتك ان السنغال ده فاكر نفسه ان هو هيفضل عايش في دور الحرامي والكل ما يعرفش عنه حاجة. النهاردة يا جماعة فرنسا والنرويج المنتخبات اللي مع السنغال في مجموعته في دور المجموعات، المنتخبات دي طلعت دخلت على الخط وقالت احنا مش هنستنى لما يحصل لنا اللي حصل للمغرب في دور المجموعات. المنتخبات دي يا جماعة بتشتكي السنغال على مرأى ومسمع الجميع، بتشتكي في الفيفا وقوانين صارمة، والفيفا بأمر الله هينتقم للمغرب وهيطلع السنغال من البطولة، والسنغال هيستحق ان هو يخرج من البطولة زي ما ظلموا المغاربة وخدوا البطولة من المغاربة بالتضليل، خدوا البطولة من المغاربة بأشياء غير قانونية. وما تقوليش ان السحر مش موجود في كرة القدم. بقسم بالله عمالقة الاعلام العربي طلعوا اتكلموا على الموضوع دوت، وخاصة بعد خسارة المغرب امام السنغال وموضوع المنشفة اتكلموا عن السحر اللي موجود في كرة القدم. وفعلا في سحر موجود في كرة القدم وحرامية السنغال اللي بيستخدموه ضد المغرب. وهجيب لك فيديوهات تاريخية بتصدق كلامنا او بتأكد على كلامنا، فيديوهات تاريخية ازاي ان فعلا يعني موضوع السنغال وفضايح السنغال واللي بيعملوه السنغاليين. ولكن بالله عليك يا مؤمن، بالله عليك يا مؤمن اعمل لايكات كتير قوي 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 قوي، بارتاج الفيديو ده، خلي الحقيقة تبان، خليهم يتفتحوا كمان وكمان، خلي الموضوع يلف في مصر والامارات كمان وكمان والسعودية وكل مكان خلقه ربنا. خلي الموضوع يلف، خلي الموضوع يتعرف. ربك سبحانه وتعالى النهاردة بينصر المغاربة الأحرار، بينصر المغاربة المحترمين، بينصر المغاربة اللي صبروا كتير قوي 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 قوي. تخيل الفضيحة، تخيل الفضيحة. أصل منتخب عار عارف إن هو الحمد لله رب العالمين. الواحد بكى، الواحد بكى وهو بيشوف فضايح السنغال بعينه. الواحد بكى وهو بيشوف ال 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 تخيل حضرتك الموضوع مؤلم جدا جدا جدا. والله الواحد مش عارف يتكلم. اعذروني، اعذروني بجد، لان الواحد من كتر اللي بيشوفه مش قادر يفتح بقه. يعني احنا وصلنا للدرجة دي، احنا وصلنا لدرجة السحر. يعني ما خلاص بقى، خلاص كل اللي يجي يلعب مباراة بعد كده يعمل سحر. كل اللي يوصل لنهائي في بطولة قوية يعمل سحر. ما خلاص بقى الحل في السحر. هعمل سحر اكسب المباراة، مش هعمل سحر اخسر المباراة. انا قلت لكم عشان ما تجيش تقول لي يا عم البوب الفيديو اللي انت بتعمله ده ملوش لازمة. لا ليه لازمة، والله ليه لازمة، ليه لازمة. يعني انت مستني ايه؟ مستني اما الفضايح
اما المنتخبات كلها تعمل سحر، ولا مستني ايه؟ منتخب الجزائر يعمل سحر، منتخب مصر يعمل سحر، مستنيين ايه؟ مش حاجة زي كده المفروض تتحارب اول باول مثلا؟ ولا ايه الدنيا؟ ولا انتوا مش شايفين ولا ايه؟ مش شايفين اللي بيحصل على ارض الميدان؟ مش شايفين المشاكل اللي بتحصل على ارض الميدان؟ هنستنى ايه تاني بقى؟ الحمد لله رب العالمين، الخبر انتشر كالنار في الهشيم. موضوع فضيحة موضوع فضيحة لاعبي منتخب السنغال، واللي لقوه في حقائب او في شنط منتخب السنغال. الموضوع دوت يعني ما يمرش مرور الكرام، المفروض ما يمرش مرور الكرام، او المفروض كده ما يعديش كده بالسال زي ما بيقولوا. ربك بالمرصاد، ربك للمغاربة دايما بالمرصاد، سبحان الله. في اي موقف، اي موقف بيكون، والله اي موقف بيكون تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعني مسخر الامور للمغاربة وبيجيب لهم حقهم. اي موقف، اي حاجة، اي حاجة بتحصل. احنا قلنا بلد طاهرة، احنا قلنا بلد كريمة، احنا قلنا بلد محترمة، فربنا بينصرها. انتوا ايه اللي بيزعلكم؟ او انتوا ايه اللي بيضايقكم؟ سمعت شيخ قبل كده كان بيقول الإهانة في حق أي مغربي كأن العرب بحالهم اتهانوا. شوف بقى لدرجة ايه. فانت النهاردة لما تلاقي منتخب ظالم زي ده بيحصل معاه كده، او لما النهاردة تلاقي منتخب ظالم زي ده بيتقفش وحقيقته بتتعرف، شير شير واعمل لايكات كتير جدا جدا جدا. شير واعمل لايكات كتير جدا وافضحهم كمان وكمان. خلي العالم كله يعرف حقيقتهم وكمان وكمان. فبالله عليكم يا ريت نعمل لايك، يا ريت نشترك في القناه، يا ريت نصلي على النبي، وشكرا لحضراتكم.